هو ده بقى دي حتوم اللي بيشوفوا الناس اللي قاعده في سان ستيفانو. انا زيك اول مره اشوفه. فيها 6 حمامات. اللي بقول لك يا حتوم، الناس اللي ساكنه في سان ستيفانو بيشوفوا ايه السوق. عايز تشوف الفيو من فوق عامل ازاي؟ يا ريت. لوك تاني، انت ما حرمتش من شرم الشيخ؟ عيب عليك بقى، اتعلمت خلاص. ليه تعالى هنا، انت رايح فين؟ تعالى يا ابني، لا اوريك حاجه الاول. عندك الخريطه هنا مكتوب عليها انت هنا، كانك في مول. عارف ده معناه ايه؟ الشقه كبيره قوي. الشقه دي فيها 6 حمامات. حاجز 3. لا انا 5 وانت 1. الجست باث روم ده اللي انت هتقعد فيه. اسمع بس. كبيره واحد ولا ايه؟ انت بتعمل ايه؟ جوه بقى. ندخل هنا الاول. مطبخ. عارف ده ناقصه ايه؟ انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ كنكه. هو احنا فين؟ احنا جينا منين؟ احنا رحنا ازاي؟ جوجل مابس. ليفنج روم اخيرا لقيناه. مش كان في بلكونه هناك؟ نبدا باوضه نوم. اوضه النوم بقى هنا كلها ايه؟ بحمامات بقى. وليه كل حاجه موجود منها كتير؟ دي اوضتي عظيمه البلكونه. انت مالك منبهر كده ليه؟ ده حمامي برضو، اوضتي بحمامي دي. انا واخد ده. لا ده حمامي. لا. انا واخد 5. لا. انت خدت لا يا حاتم، انت فين في الشقه دي يا حاتم؟ بعت لي لوكيشن، انا تعبت. الاوضه دي مقفوله، بس دي عارف فيها ايه؟ ايه؟ جنريتور. افرض الكهرباء قطعت. ما تقطعش في اسكندريه. الاوضه الثانيه بقى بتاعتي دي. تعال. واحده ياخدها منك. انت ما تعرفش إيه فيها رأيك؟ ايه؟ لا ده السرير صغير. حمام تالت. دي بقى اوضتي الوحيده. دي اوضتي انا. انت جايبني في ميتنج روم. يا ابني ميتنج روم ايه؟ دي الماستر بيدروم. حجزت هتنام دي. فيها لوحدك طبعا زي ما انت شايف. اوضه فيها كل حاجه انت محتاجها. كلوزت يعني. مش هيقضي اللي موجود في الشنطه. تعالى اوريك بقى يعني ايه فيو بانورامي. ممكن اتفرج معانا. اتفرج ايه يا ابني؟ كفايه يا حبيبي، كفايه الشنطه. عايز اشوف الفيو. ما انت شفت الفيو من هنا. رعد انت كويس؟ رعد. ايه ده؟ هنا الدايننج اريا، كل حاجه مجهزه، اطباقك، شوكك. هحط لك فيها عصير تفاح. حبيبي ده الراوتر. بتعمل ايه يا عم؟ امشي بس امشي. انت بتعمل ايه؟ ما تعرفش ايه اللي هنا. ندخل على الليفنج روم ونشوف بقى احلى حاجه موجوده هنا. واو على الفيو، واو. هو ده بقى دي حتوم اللي بيشوفوا الناس اللي قاعده في سان ستيفانو. انا زيك اول مره اشوفه. اول مره ايه؟ انت مش فاهمني ان انت كبير اسكندريه. استنى عليا بس، هو انت لسه شفت حاجه؟ بعدين ايه الشنطه اللي انت عمال بتلف بيها دي؟ انت من ساعه ما جيت ماسكها في ايدك وعمال بتجرها. سيبها هنا كده بس دلوقتي. لا يا رعد لا، انت سامعني؟ انت شايفني طيب؟ بص بقى يا عم رعد، عشان تستمتع بالفيو هنيجي نقعد هنا. يا دي ام الشنطه. اهو في جمال كده. وانا في اعتقادي ان فكره اير بي ام بي بشكل عام هي اللي هتكون مسيطره على السوق الفتره الجايه، مش بس في مصر، في العالم كله. وانا ما قلتلكوش ان ده اير بي ام بي تبع ليستنج نبيل هومز سان ستيفانو جراند بلازا دور ال20. مش محتاجه اتكلم كتير. فيها 4 بيد رومز، 6 حمامات، وفيها لوندري روم، وفيها اوضه للجنريتور، ويعني دلع حرفيا ملعب. يعني ممكن ابقى ناني عادي. فكره ان انت اصلا تاخد اير بي ام بي يكفي عيلتك كلها، احسن ما طبعا تحجز 3 اوض او 4 اوض. وهنا عندك المطبخ بتاعك، تقدر بقى تنزل تلف اسكندريه وتشوف حاجات كتير قوي في اسكندريه. عرفت بقى مراد ليه بقعدك في اير بي ام بي دايما؟ مش فاهم انا الشنطه دي فيها ايه طيب؟ مش هقول لك. الناس عايزه تعرف الشنطه دي فيها ايه يا عم. مش هينفع. بس احنا عايزين الناس تختار لها اسم. يا مساعد يا مزفت اعدل الشنطه. مفيش رحمه.